الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أعيذ أبي فقيدي من الخوف والحزن والوحدة، وأعيذ قبره من الظلمة. يا رب، إن أبي كان نعمة لي في هذه الدنيا، فأرجوك يا الله وأنت خير من يرتجى أن تنعم عليه من نعيم الجنة نعيما خالدا لا يزول ولا يفنى، وأن تكتبه من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. رحمك الله أبي الغالي وسائر موتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مساء الخير عليكم غالياتي حباباتي، وش حوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل بخير وفي تمام الصحة والعافية إن شاء الله. اليوم راح نكملوا مع بعضنا التتمة نتاع الفيديو السابق. الفيديو تاع اليوم راح يكون مليء بالأفكار اللي تقدروا تحتاجوهم لوصفات أخرى. راح نبداو بسم الله على بركة الله بأول حاجة اللي هي تحضير لي دونات، لأنهم لازم هما الأولين يتحضروا باه يتخباو في الكونجيلاتور. عندي هنا ربع صدر دجاج مقطع مكعبات صغيرة، نتوما استعملوا الكمية اللي تحتاجوها. عندي ملعقة صغيرة نتاع جبن طري، من الافضل تستبدلوها بالجبن المرحي، استعملوا الكغيير. عندي شابلور. عندنا هنا توابل البنات، زنجبيل، توابل الدجاج والا توابل شاورما، يعني وحده فيهم. عندنا كركم، كاري، وعندنا توم بودره، فلفل الكحل، وقطعه صغيره نتاع جامبو تاع دجاج. وين لازم يكون الدجاج المرحي؟ لازم تكون الشحمه. عندي هنا قطعه تاع شحمه راح نرحيها معاكم لاني ما عنديش مرحيه مخبيه. سنينه تاع توم معدنوس مقطع، حبه صغيره نتاع بطاطا غليتها ومعستها بالفرشيطه. عندنا عصره صغيره نتاع القارص، العدام، والموطارد. اذا عندكم صويا صوص استعملوها، انا تاني خلصت لي حتى نشري البنات. راح نبداو باول حاجه نرحيو الشحمه هذيك البنات اللي لازم تكون ما فيها حتى ريحه، تكون مخبيه وهي جديده في الكونجيلاتور باه ما دير لكم حتى ذوق غير مستحب في الدجاج تاعكم. نرحيوها كيما هكا بشكل رملي، نحيوها من الروبو باه ما تبقاش لاصقه لتحت وما ترحي لكمش الدجاج. نحطو في الروبو تاعنا في الاشواغ صدر تاع الدجاج، الجبن، الخبز المرحي، ملعقه صغيره معمره مليح بومبي تاع البطاطا مرحيه، لي زيبيس، سنينه نتاع توم المعدنوس المرحي، ربع ملعقه صغيره نتاع لا موطارد، العدام حسب الحاجه. وهنا زوج ملاعق كبار نتاع الشحمه. راح تستغربوا البنات بصح ما تخافوش منها لانه ما فيها حتى ريحه، راح تبلل لكم الدجاج تاعكم وتبدلوا بنه هايله بزاف بزاف. نرحيوهم مع بعضهم. هنا نسيت الملح والعصره نتاع الليمون، عصره صغيره برك البنات لانه الكميه نتاع الدجاج راهي قليله. نخلطوهم مع بعضهم كما راكم تشوفوا ونحطوهم في بوش. عندي هنا المول نتاع لي دوناتس، الحجم الصغير جدا يعني اصغر حاجه فيه. رايح الفراغات هذوك نعمروهم بالدجاج، ومن بعد بالمساعده نتاع الماء واش رايحين نديروا؟ رايحين نسطحوا نملسوا السطح نتاع الحبه تاعنا ونتكاو عليها باه اذا كاين فراغات لتحت في القاعده رايحين يتنحاو. هذه الحاجه الاولى. والحاجه الثانيه الفراغات اللي في النص لازم نعرضوا فيهم شويه بهذا الشكل البنات. اذا ما عندكمش المول هذا تاع لي دوناس تقدروا تجيبوا ورقه نتاع بابي كويسون بواسطه امبورط بياس تكون مدوره صغيره، نديروا شكل دائري وهذيك الدائره رايحين نعمروها بهذا الشكل بالدجاج. يعني في كلتا الحالتين رايحين نتحصلوا على نفس النتيجه. هنا رايحين نعرضوا شويه في الفراغ اللي في النص ونقفلوا الحبه تاعنا مليح. هنا ما تسطحوهاش بزاف البنات لانها الشكل هذا ماشي كيما الشكل نتاع المول. دوك رايحين ندخلوهم للكونجيلاتور ونخليهم حتى يجمدوا تماما. نروحوا دوك لكريمه الجبن. عندي 250 ملل حليب، تقدروا ديروا نصها حليب ونصها كريمه سائله. عندنا نص علبه تاع جبن طري لازم يكون بنين. عندنا شريحه نتاع جبن تاع لي ساندويتش، زوج ملاعق كبار بومبي نتاع الفرينه، ملعقه صغيره نتاع زبده، وصفار بيضاء. هنا رايحه نخلط الحليب بارد مع صفار البيضاء والفرينه، نخلطوهم مليح مليح حتى الفرينه هذيك تذوب في الحليب. نحطوهم البنات فوق النار. وهنا كي يبدا يسخن الخليط تاعنا نضيفوا نصف علبه نتاع الجبن الطري الحجم الصغير البنات كما راكم تشوفوا، ونضيفوا شريحه نتاع جبن تاع لي ساندويتش مع الملعقه الصغيره نتاع الزبده، ونبقاو نحركوا على نار تكون دليله حتى هذاك الفرماج يذوب لنا في الحليب وتبدا تتكاثف معنا الكريمه. انا رايحين نضيفوا الملح والفلفل الكحل وقطعه صغيره جدا تاع جامبو تاع دجاج اللي تقدروا تستغناو عليه اللي ما يحبوش يخدموا به.
هنا تقدروا تضيفوا سنينه تاع توم، تقدروا تضيفوا شويه نتاع كركم باه تجيكم الكريمه تاع الجبن تاعكم صفراء، يعني لهنا الاضافات حسب الرغبه. هنا كي يبدا الكريمه تاعنا تبدا دير في الفقاعات وتبدا تنفصل على الكاسرونه، صاي سي بون نحيوها مباشره، راهي حاضره. نفرغوها من الكاسرونه، نحطوها في صحن اخر. هذا هو القوام تاعها البنات، يكون قوام كريمي كما راكم تشوفوا. وهنا نغطيوها البنات بابي فيلم مباشره، يعني نغطيو الكريمه تاع الجبن تاعنا ماشي الصحن، باه ما نخليوش الفرصه للكريمه دير هذيك الطبقه الناشفه اللي من فوق. نحطوها في الثلاجه، نخليوها تبرد تماما، من بعد نعاودو نجبدوها. هنا نعاود جبدتها وخلطتها بالباتور، خلط خفيف برك البنات، ومن بعد نحطوها في بوش بلا دوي اللي رايحين نخدموا بها كما راكم تشوفوا، ونعاودو نرجعوها للثلاجه حتى وقت الاستعمال. درك عندي كميه نتاع لا فيونداشي، راح نقليها في الزيت، ملح فلفل كحل، نحيوها من فوق النار ونقليو البصل البنات مقطع شرائح رقيقه كما راكم تشوفوا. كميه البصل نفسها كميه اللحم مرحيه، راح نضيفوا له الملح والفلفل الكحل. هي نورمالمون البنات ندبل البصل تاعي ونضيف عليه لا فيونداشي، لكن لا غالب كان عندي ظرف خلاني نخدم هكا بهذه الطريقه. خدمت خدمه متقطعه. المهم البنات كيف بنفس الطريقه كيف دركا كي يتقلى لنا البصل ويتكرمل، راح نعاودو نرجعوا عليه لا فيونداشي كما راكم تشوفوا. هنا تقدروا تضيفوا سنينه تاع توم، تقدروا تضيفوا اي نوع تاع تابل تحبوه نتوما. وفي الاخير راح نحط عليها كي تقلى لنا اللحم مع البصل، نضيفوا عليها رشه نتاع المعدنوس. هنا في الاخير البنات راح نضيف حوالي 2 ملاعق نتاع الماء. هاد الماء علاه نضيفو؟ مانيش محتاجه اللحم فيه لاصوص، محتاجه انه اللحم تكون مبلوله باه ما تجينيش ناشفه. هذا مكان حطيت الا 2 ملاعق لانه كميه اللحم مرحيه راهي قليله. مباشره يعني نحيوها البنات ونحطوها في غيسيبيون. هنا راح نضيف عليه اللحم مرحيه لا شابلور، الجبن المرحي، قطع نتاع الجبن الطري، كريمه سائله، والبيض حسب الحاجه. هنا الكميات البنات علاه ما قلت لكمش قداه، لانه كل وحده والكميه تاع لا فيونداشي اللي خدمت بها. عينكم ميزانكم. نضيفوا شويه نتاع ملح وفلفل الكحل، واذا حبيتوا شويه على راس المغرف خميره نتاع الحلويات. الحشوه الاولى راهي حاضره، نروحوا دركا للحشوه الثانيه. عندي هنا نصف صدر تاع دجاج مقطع مكعبات صغيره، رايحه نزيد له ملح فلفل الكحل شويه كركم شويه كمون، ونقليهم البنات. الكمون والكركم كميه قليله جدا على راس المغرف. وهنا في نفس المقلاة راح نضيف البصل مقطع، نفس الظرف اللي خلاني درت اللحم مرحيه هكاك هو اللي خلاني درت الدجاج هكا. المهم البنات نتوما مع الاول دبلوا البصل تاعكم مع سنينه تاع توم، ملح وفلفل الكحل، ومن بعد حطوا عليه الدجاج تاعكم وخليوه يتقلى مع بعضها. هذه هي يعني في زوج كيف مدوا لي نفس النتيجه. كي يدبل البصل ويتقلى رايحين نخلطوهم مع بعضهم، نضيفوا ربع ملعقه نتاع لا موتارد، نخليوهم يتقلاو مع بعضهم، ونضيفوا في الاخير المعدنوس. وهنا سي بون الدجاج تاعنا راهو حاضر. نحيوها من المقله وبلا ما نغسلوها رايحين نحضروا فيها صلصه البيشاميل. عندي هنا ملعقه ونصف كبيره نتاع الفرينه مع ملعقه ونصف كبيره نتاع الزبده. نخليو هذيك الفرينه تتحمص لنا في الزبده البنات باه ما تبقاش الريحه فيها. ومن بعد نضيفوا 300 مليلتر نتاع الحليب، يكون بارد عادي، يعني مباشره نحركوه باه ما نخليوش الفرينه تتكتل معانا. هنا واش نضيفوا؟ ملح فلفل الكحل، شويه نتاع جامبو تاع دجاج، مع التحريك المستمر. الكميات اللي مديت لكم البنات تاع نصف صدر تاع دجاج، هذه الكميه نتاع صلصه البيشاميل. هنا ضفت ملعقه كبيره نتاع جبن طري مع شريحه نتاع جبن تاع لي ساندويتش، ونخلطوا حتى نشوفوا باللي الجبن دابنا في وسط صلصه البيشاميل. وهنا صلصه البيشاميل لازم تطيبوها باه ما تبقاش فيها الريحه نتاع الفرينه خضراء. درك نرجعوا البصل والدجاج تاعنا لصلصه البيشاميل، نخليوهم يطيبوا مع بعضهم. وهنا كي تجيو تنحيوها البنات لهاد الحشوه ما لازمش تكون ناشفه تماما، لانها اصلا كي تبرد راح تزيد تنشف. هنا راني نشفت لي شويه، ثم ما تخليوهاش ناشفه بهاد الدرجه. الحشوات في زوج راهم حاضرين. نجبدوا درك على لي دونات تاعنا من بعد ما كانوا جمدوا تماما، نخدموا بهم وهما جامدين. عندنا هنا عظام
وعندنا شابلور العظام تقدروا تعوضوهم بالماء عادي، تحطوا فيه لي دونات تاعكم، تقطروهم مليح مليح من العظام بهذه الطريقه، خاصه في الفراغ اللي يكون في النص، وتغبروهم في لا شابلور. الفراغ اللي في النص ما تخليوش فيه لا شابلور البنات ولا العظامه، باه يبقى من بعد يبان كشكل يعني. نديروا الحبات تاعنا كامل بنفس الطريقه حتى نكملوهم كامل، ومباشره نروحوا نقليوهم. هنا القلي يكون في زيت غزير، هي من الافضل تقليوهم في فريتوز. انا الفريتوز تاعي الكبيره كبيره لازمني نقلي فيها كميات كبيره. نتوما اقليوهم في فريتوز ولا في حاجه تكون غامقه، كيما هاد الكاسرونه اللي عندي انا دائما نقلي فيها الحاجه اللي تكون قليله، سورتو هادو لي كروكيت كيكونوا بكميات قليله نقلي فيها. علاها البنات باه الحبه ما تحتاجوش انكم تقلبوها وتفسدوا لها الحجم تاعها، كيما لي دونات هادو انا حبتهم السطح تاعهم يكون بومبي ما يكونش مسطح. كي نقليوهم في المقلاة كي نقلبوهم للجهه الثانيه السطح تاعهم راح يولي مبسط قد يعني، فهمتوني؟ نورمالمون فهمتوني. هنا راح نحطوهم في زيت يكون غزير يتحمروا لنا من الجهتين ونحيوهم مباشره. النار تكون متوسطه باه يطيبوا لكم من داخل. وهذه هي النتيجه نتاع لي دونات اللي حضرناهم مع بعضنا. نروحوا دركا للمرحله اللي ما قبل الاخيره. نورمالمون البنات الفيديو راهو طويل وانا مريضه ما قدرتش البنات، راني قاعده نهضر يعني بالنهجه ما قدرتش خلاص نهضر. سامحوني اذا راني قاعده تحسوا في صوتي راهو تعبان. هذه هي. دركا نحط في القاعده نتاع لي طاغ تاعي قطع نتاع الجبن الطري ولا جبن ساندويتش ولا جبن المرحي كما تحبوا. دركا اول حاجه راح نحشيو بالحشوه نتاع اللحم مرحيه، ما نعمروش بزاف البنات يعني ما نديروهاش بومبي، لانه من بعد راح شويه الحشوه تزيد تنفخ كما راكم تشوفوا. نزيدو نعمروا الحبات بالدجاج. هنا اذا لقيتوا بلي حشوه الدجاج تاعكم البنات لاصوص البيشاميل اللي فيها جمدت شويه تقدروا تحطوها تسخن شويه، تزيدوا لها ولو ملعقه واحده نتاع الحليب وتخلطوها باه تطلق روحها شويه وتجيكم سهله في الخدمه. هذه هي. نعمروا الحبات نتاع الدجاج بنفس الطريقه، يعني نحطوا قطع تاع الجبن من تحت ونحطوا شويه من صلصه البيشاميل وشويه من الدجاج في الحبات نتاعنا. فوق الحبات نتاع الدجاج راح نحطوا الجبن المرحي. بالنسبه للحشوه نتاع اللحم ما نحطوش لانه في وسط الحشوه كاين الجبن المرحي. ندخلوهم يطيبوا البنات في فرن يكون مسخن من قبل من 170 حتى ل 180 درجه مئويه. راهم ما يطولوش في الطياب البنات. بالنسبه للحشوه تاع الدجاج فيها كلش طايب، اما بالنسبه للحشوه تاع اللحم فيها البيض جوست كي ينشف معاكم البيض خرجوها، يعني ما تخليوهمش يطيبوا بزاف حتى الحشوه تجيكم ناشفه. بالنسبه للتزيين كما راكم تشوفون نخليوهم يبردوا شويه، مش يبردوا تماما، يبردوا شويه برك ومن بعد نشكلوا بهذه الطريقه. هاد الحبات اللي باللافيون داشي درتهم بهذا العدوي وبهذا الشكل اللي ما حبيتش نبدلو، يعني كما درت في الخطبه كملت معاكم البنات بنفس الطريقه. حطيت كريمه الجبن الرائعه البنات جات بنينه تسخف. اما بالنسبه لهادو تاع الدجاج حطيت لي دونات تاعي بهذا الشكل. حطوا لي دونات والجبن تاعكم مازال سخون، يعني لازم يكون سخون. كيما تخرجوا بعد تحطوا لي دونات علاه باه الدونات تاعكم يحكموا في الجبن هذاك وما يطيحوش. هذه هي العدوي اللي شكلت بها كريمه الجبن كما راكم تشوفوا. وهنا التزيين البنات حسب الرغبه، انا عطيتكم اقتراح وانتم ديروا كما تحبوا. من فوق رشيتهم برشه نتاع بودور الشيا وحبيبه تاع زيتون، نص حبه نتاع زيتون مع ورقه نتاع المعدنوس. ونورمالمون المملحه تاعنا تاع الدجاج راهي حاضره وتستاهل. فم حباباتي جاو بنان البنات يسخفوا يعني ما همش مجرد شكل فقط. اما بالنسبه للحبات نتاع لافيون داشي كما راكم تشوفوا رشقت الدونات في وسط الجبن. راهم مع الاول يبالكم بلي ما يحكموش لكن ثبتوهم برك البنات راهم يحكموا، ومن بعد الجبن رايح انتم لكن اضغطوا عليهم. مع ضغطوا عليهم كي يبدا الجبن تاعكم كريمه الجبن تاعكم تبدا تحكم روحها رايحين الحبات يحكموا وما يطيحوش. هنا رشيت ثاني بودور شيا نفس الشيء مع نصف حبه نتاع زيتون وورقات نتاع المعدنوس. وهذا هو الشكل الثاني.
نتمنى انه كنت خفيفه ظريفه عليكم البنات. لا غالب كما قلت لكم من قبل راني مريضه، يعني نورمالمون صوتي راه واعده. حبيت نحط الفيديو ورا بعضه، ما يعني وراء الفيديو الاول نتاع المملحه، باه تكتمل عندكم الفكره وتقدروا تستفادوا من هذه الوصفات. ان شاء الله في الايام القادمه راح ندير لكم انواع بزاف تاع مملحات تحتاجوهم لرمضان ان شاء الله. اذا بقينا من الاحياء راح نركز دركا على الوصفات الرمضانيه ان شاء الله، مع انه التفاعل راه قليل بزاف بزاف، ما على باليش عليه وين هو الخلل وين هو المشكل. العلم لله. المهم البنات هذه هي النتيجه النهائيه. حبيت نقطع معكم حبات باه تشوفوهم لداخل، يعني ما همش مجرد شكل، راهم شكل وبنه او ميم طون. كما راكم تشوفوا غالياتي، العجينه راهي رائعه وناجحه 100%. هي قاعده تطيب والريحه منها تطلع بنينه، تسخف تسخف. هذه هي البنات الوصفات تاع اليوم. نقول لكم سامحوني اذا صوتي كان مزعج شويه، نقول لكم نخليكم في امان الله، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات جديده باذن الله. ما تنسونيش من خالص دعواتكم. تهلاو في رواحكم البنات. سلام.